تعالوا احكي لكم قصه اولها كذب واخرها كذب. زمان خالص كان في ولد ومامته، فمامته قالت للولد ده خد البضايه دي وروح هات لنا بيها جاز. فالولد سمع كلام مامته قال لها حاضر يا ماما. فهو نزل، اول ما نزل قعد يلعب بالبضايه، ما هو بقى ولد صغير وزمان كانوا بيجيبوا جاز والحاجات دي. قعد يلعب بالبضايه ويحدفها فوق وينزلها تحت، يحدفها فوق وينزلها تحت، اوبا البضايه وقعت واتكسرت، طلع منها كتكوت. الكتكوت كبر وبقى ديك. راح الطفل ركب الديك وفضل ماشي بالديك ماشي بالديك ماشي بالديك، وكان معاه بلحه، كل البلحه ورمى نوى البلحه ورا، هوبا جت في مين؟ جت في ديل الديك. النوى دي طرحت وعملت نخله كبيره خالص. راح الطفل طلع فوق النخله، فضل يطلع فضل يطلع فضل يطلع فوق خالص، لقاها ايه؟ لقى صحراء كبيره وطلعت نخله بطيخ. فالطفل حب ياكل بطيخ، كان معاه سكينه، شق السكينه في البطيخه، هوبا السكينه وقعت في البطيخه وضاعت. راح حط ايديه في البطيخه وقعد يدور على السكينه، قعد يدور على السكينه ما لقاهاش. راح نزل جوه البطيخه عشان يروح يدور على السكينه. فكان في مين؟ كان في فوق في الصحراء جمل ب7 اجمال. راح هم كلهم شافوه نزل جوه البطيخه، راحوا نزلوا وراه، والجمل قعد ياكل في البطيخ ياكل في البطيخ ياكل لغايه ما شبع. والطفل قعد يدور على السكينه وفي الاخر لقاها هناك خالص كده مستخبيه ورا بزرايه. وبعد ما لقى السكينه طلع من البطيخه وطلع معاه الجمل وال7 جمال وقفل البطيخه ونزل من على النخله وعمل بايديه كده، راحت النخله رجعت نوايا وراح رماها بعيد. بعد كده نزل من على الديك، عمل للديك كده والديك رجع بضايه. راح لمامته في البيت وقال لها يا ماما انا لقيت بتاع الجاز قافل. وبالفعل كانت قصه اولها كذب واخرها كذب. لو عايزين الجزء الثاني من القصه دي اكتبوا لي في الكومنتات، لان اصلا الجزء الثاني ده هو الجزء الاولاني. هتنبهروا انبهار في الجزء الثاني وهتتفاجئوا مفاجاه كبيره جدا بقى. اكتبوا لي في الكومنتات لو عايزينه. بحبكم، باي.